السلام عليكم ورحمة الله. معاكم توتا من مطبخ حلو حادق. النهاردة عاملين الكبدة الاسكندراني بطريقة جميلة اوي 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 وبسيطة ومفيهاش اي زفارة، جميلة جدا. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعملولنا لايك وتعليق قمر زيكم كده، عرفونا بنفسكم تحت في التعليقات. يلا بينا نعمل الكبدة القمر ديت ونشوف بنعملها ازاي. يلا بينا نشوف معانا مقادير ايه دلوقتي عشان نعمل الكبده بتاعتنا اللي زي القمر. معايا كيلو الا ربع كبده. انت على حسب الكميه بتاعتك، جبتي نص جبتي ربع جبتي كيلو، على حسب الكميه اللي انت هتجيبيها. وحطيتها في مصفى ونزلت عليها عصرتين ليمون، حوالي ليمونه كده كبيره، وعصرتها ورشيت عليه بصل بودره وتوم بودره. معندكيش بصل بودره وتوم بودره هنكتفي بالليمون. ومعايا وحدتين فلفل رومي وقطعتهم صغير بالشكل الجميل ده. والطحينه بتاعتنا هنعملها مع بعض طبعا. ودلوقتي معايا ايه؟ معايا بقى التوم. الكبده بتموت في حاجه اسمها توم، بتعشق التوم. احنا بقى معايا قد ايه؟ انا علشان الكميه بتاعتي كبيره شويه، بسم الله ما شاء الله. انت مثلا لو الكميه بتاعتك صغيره نكتفي مثلا ب5 فصوص. الكميه بتاعتك زي الكميه بتاعتي يبقى ممكن مثلا 10 فصوص توم، يعني راس صغنونه كده جميله. عايزه تحطي فلفل حراق بدل الفلفل الرومي، نسيت اقول ممكن برضو اللي يريحك، لكن انا هحط فلفل رومي. ومعايا ايه؟ ومعايا ليمونيه هنعصرها مع بعض على الكبده. ومعايا رشه كزبره ناشفه، ورشه كمون، ورشه اللهم صل على النبي، رشه اسمه ايه، فلفل اسود، ورشه بصل بودره وتوم بودره، ورشه بابريكا، ورشة قرفة، ورشة حبهان ولورا، بس انا بطحنهم. انت لو مش عايزة تحطي كل التوابل دي هنكتفي برشة الفلفل الاسود ورشة الكمون والكزبرة الناشفة بس كده. معانا معلقة خل كبيرة. بصي الجمال ده كله، معلقة خل كبيرة. معانا دلوقتي الطاسة بتاعتنا على النار. دلوقتي معانا الطاسة بتاعتنا حاطين فيها زيت على النار، على نار عالية. هننزل بقى بالكبده بتاعتنا الاول، هنسيبها كده تتشوح. بس مستنيين اما الزيت ايه يسخن شويه، عشان بصي لسه ما سخنش. متعمليش الحركه دي اكيد طبعا، هي والدتي. ولا تحطي ايديك تتلسع تتحرق على طول. احنا دلوقتي مستنيينها الزيت يعني يسخن شويه. دلوقتي بعد ما الزيت بتاعنا سخن هننزل بقى بالكبده واحده واحده. احنا ليه بنعمل كده الاول؟ علشان تنزل الدم بتاعها، وتنزل لو فيها اي زفاره تنزلها. وفي نفس الوقت ما بنحطش الثوم الاول علشان ما يتحرقش. متقلقيش خالص، هي مفيهاش اي دم ولا فيها اي زفاره، لان احنا عملنا الحركه بتاعت الليمون اللي احنا اول ما اشتريناها او اول ما خرجناها من الفريزر بتاعنا، استنيناها لحد ما فكت شويه. بعد كده حطينا ليمونتين او ليمونايه عصرناهم من غير البذر بتاعهم، وهرشينا رشه بصل بودره وثوم بودره علشان تنزل كل زفرتها. وكل ده في مصفى طبعا. تحت المصفى حاطين حله، اي حاجه غويطه عشان تنزل الدم بتاعها. بصي احنا مش هنقلبها عشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها، وعشان ما تنشفش كده وتبقى مقدده. هنسيبها بس كده، وبعد كده هنروح مقلبينها ونقعد نشوح فيها شويه. والدتي بتعمل كبده احلى من احلى مطعم، والله العظيم، واحلى من احلى عربيه كبده في الشارع. وطبعا ده رزق، ربنا يا رب يرزقهم كلهم. بس والدتي بتعملها تحفه. اعتمدي الطريقه ديت وبجد هتعجبك قوي 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 وهتشكريها. احنا معاكم اهو لسه مقلبناهاش اهو.
تعمل بس شويه عشان ما ننزلش الميه بتاعتها. بعد ما استنيناها تنزل كل المية بتاعتها هننزل بالتوابل بتاعتنا. احنا هنديها بس تقلبتين كده حلوين على اساس ان انت تشوحيها عشان ميتها ما تنزلش. دلوقتي هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن كزبرة ناشفة، وعبارة عن فلفل اسود، وعبارة عن كمون، وعبارة عن رشة صغننة من القرفة. احنا طبعا شفناها في اول الفيديو. هنقلبها بقى كويس قوي بس مش هنقلب كتير عشان ما نقلبش كتير علشان ما تنشفش مننا. هنوسع بقى عشان نحط الثوم بتاعنا. ننزل بالثوم اللي احنا فرمناه كويس قوي. هنقلب الثوم بتاعنا مع الزيت ومع الكبدة مع المية كده اللي نزلت من الكبدة، بجد بيبقى طعم خرافة. هننزل بقى بعصرة الليمون زي ما قلنا، ليمونة كاملة. هننزل بحبة خل بساط قوي، عبارة عن معلقتين كبار. اوريهولكم دلوقتي. كمل بس عصر. ننزل الاول بالفلفل الرومي، ننزل بحبة الخل بتوعنا زي ما قلتلكم. نقلب الاول عشان نحط ايوه واحدة واحدة. شوفيها بقى محتاجة ملح، محتاجة اي حاجة ظبطيها. بجد الريحة تحفة تحفة تحفة. والدتي بتعملها حكاية. ان شاء الله تجربوها تعجبكم جدا. شوية ملح كده عشان لقيت اللي هي محتاجة شوية ملح. انتي ظبطيها، لقيتيها محتاجة اي حاجة حطلها. ادوقها واشوفها محتاجة ملح محتاجة اي حاجة احطلها. انا شايفة ان هي مش محتاجة اي حاجة وطعمها زي الفل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا 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 بالطريقة دي. نسيبها بقى تتشرب دلوقتي، واول ما تتشرب هنغطي عليها. دلوقتي هنطفي عليها، هي خلاص جاهزة للتقديم. يلا بينا نقدمها مع بعض. دلوقتي هنعمل الطحينة بتاعتنا عشان نقدم الكبدة ونعمل السندوتشات القمر بتاعتنا. معايا رشة فلفل اسود ورشة ملح، والطحينة انا فضيتها في طبق بالشكل ده يكون غويط، ومعايا معلقتين كبار خل، ومعايا كوباية مية بالشكل الجميل ده، يعني ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، كوباية مظبوطة. نقعد بقى نقلب فيها الاول بالخل علشان ما تبقاش مكلكعة معانا ولا تفصل مننا. هننزل بقى بحبة حبة بالراحة، متكتريش علشان ما تكلكعش قصدي سوري ما ت... اللهم صل على النبي، ما تعملش منك يعني ما تفصلش منك وتبقى مكلكعة كده حتت حتت حتت، كل حتة في حتة لوحدها. احنا واحدة واحدة. ننزل بقى بالمية حبة حبة زي ما اتفقنا.
والدتي بتقول لكم ميه عاديه ما تكونش ميه سخنه. انت عايزه تعمليها بميه سخنه براحتك، بس انا بعملها بميه عاديه خالص من الحنفيه، مش محتاجه يعني. انا شايفه اللي هي لسه ما وصلتش للقوام، فحطيت شويه ميه تاني، نقلب نقلب نقلب. خلاص قربت توصل للقوام اللي انا محتاجاه. شويه كمان، شويه صغيرين، عشان بس توصل للقوام اللي انا محتاجاه. انت عايزاها تقيله براحتك، عايزاها تكون مثلا خفيفه برضو براحتك. وصلنا للقوام اللي انا كنت محتاجاه، بجد تحفه تحفه. وصلنا لنهاية الفيديو مع القمر ده. عملت منها سندوتشات مع الكابوتشا كده او جرجير. بجد الطعم حكاية جميلة قوي 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 قوي. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا جدا. بص القمر ده، يا عالجمال والحلاوة، بجد مش قادرة اقاوم من كتر ما شكلها جميل قوي. لو ما عملتولناش لايك اعملولنا لايك، واعملولنا اشتراك في القناة، واعملولنا تعليق قمر زيكم كده، وعرفونا بنفسكم تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.